حل ازمات النادي العظيم الكبير ده، نادي الزمالك اللي ليه جماهيريه عظيمه، الكيان المحترم. للاسف الشديد يا جماعه، والله العظيم ثلاثه، والله العظيم ثلاثه، الواحد بيصعب عليه ان يكون في كيان محترم زي ده بيمثلوا مثل هؤلاء الاشخاص. مش لاقيين على بعض. اسم الزمالك العظيم بجمهوره العظيم مش لاقي عليه حد يقعد يطلع يشتم وحد يطلع يقعد يتجاوز. مش لايقه، مش راكبه، مش قادره ابلعها. لان الزمالك ده في ناس من المسؤولين او من الناس اللي بتمثله مش مدركه يعني ايه اسم زمالك، يعني ايه قيمه نادي الزمالك، يعني ايه عظمه نادي الزمالك، يعني ايه جمهور نادي الزمالك. للاسف الشديد يعني. فحل مشاكلك قبل بس تقعد تشتم، وحتى لو تشتم اشتم، ولو عايز تشتم تاني اشتم، وان عدتم عدنا. خلاص بس كده، كفايه كده النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كهربا يا معلم خليت مرتضى يتكلم. قبل ما نقول لكم ازاي في ضربة معلم من كهربا لمجلس إدارة نادي الزمالك، عايزين بس نوجه عناية حضراتكم ان قناتنا الاحتياطية هتكون الرابط بتاعها في صندوق الوصف. يا ريت نخش نشترك في القناة. يلا بينا نخش على الفيديو ونقول لكم ازاي مجلس إدارة نادي الزمالك ومرتضى منصور هيبقى عندهم أزمة في الفترة اللي جاية، وفي رعب حرفي من كهربا والفيفا في الفترة اللي جاية. طبعا كلنا شفنا وسمعنا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللي هو المفروض معزول، لكنه على الواقع واللي احنا شايفينه مفيش حاجة اسمها عزل ولا اي حاجة. ففي مخاوف من الزمالك. طبعا في حالة من القلق سيطرت على مسؤول نادي الزمالك خلال الساعات الماضية بعدما بادر أشرف عبد العزيز محامي محمود كعب منعم كهربا لاعب النادي الأهلي بإرسال خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للاستفسار عن رقم الحساب البنكي للقلعة البيضاء من أجل دفع الغرامة الموقعة على اللاعب لتنتهي الأزمة تماما. الزمالك كان بدأ في وقت سابق من الشهر الجاري في الحصول على قيمة تجديد العضويات السنوية لأعضائه عن طريق الحصول على قيمة التجديد عن طريق الكاش، وأن لا يتم سدادها عبر الحساب البنكي للنادي بسبب حجز ممدوح عباس الرئيس القلعة البيضاء السابق على أرصدة النادي. ويتخوف نادي الزمالك من سداد محمود كهربا الغرامة الموقعة عليه في الحساب البنكي للنادي، خاصة وإن هذا الحساب ضمن الأرصدة المحجوز عليها وبالتالي لن يستفيد الأبيض منها. وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال الساعات الماضية أن ممدوح عباس رفض مبادرة من أجل حل أزمة مديونيات النادي والتي حصل على حكم بالحجز على أرصدة الزمالك بسببها. وقال أشرف عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية، طبعا أشرف عبد العزيز ده هو محامي كهربا، ان مبلغ غرامة محمود كهربا جاهز بالكامل والغرامة مناصفة وتضامنية مع ديبورتيفو ألفش البرتغالي، وهذا الامر ليس محل جدال. وفي الوقت الحالي نحاول التوصل الى حلول مع افس. المفاوضات جارية في هذا الشأن. النادي البرتغالي كان يعاني من ازمة لكنه عاد مرة اخرى مؤخرا بعد حل الازمة. وأضاف أن القضية تعتبر منتهية. محمود كهربا سيسدد الغرامة كاملة لحين استرداد نصف المبلغ من ديبورتيفو ألفش. والمحامي التونسي علي عباس هو القائم بالقضية بالكامل. أنا أدير شؤون اللاعب القانونية وأنا مشرف على الملف، لكن المحامي الرياضي الدولي هو من يخاطب الفيفا بكافة الأمور. وواصل محامي كهربا أشرف عبد العزيز وقال: نحن حاليا نقوم بمخاطبة الفيفا لمعرفة رقم حساب نادي الزمالك، واللاعب جاهز لدفع المقابل المالي واللاعب لن يتم إيقافه مرة أخرى. وبقول للجماهير لا تخافوا، لن يتم إيقاف اللاعب وطمن جماهير الزمالك الغرامة سيتم دفعها. وشدد محامي كهربا وقال: نحن في انتظار رد الفيفا والمبلغ جاهز بالكامل وننتظر بعض المخاطبات لإغلاق ملف كهربا تماما. اللاعب لن يتعرض للإيقاف مجددا، لن نقبل ذلك مطلقا، وهناك أمور حاسمة مع المحامي الدولي علي عباس. بالمناسبة كان طلع أحمد مرتضى منصور
واتكلم وقال ان نادي الاهلي يعني بياخد مليار جنيه كل سنة، وان هو لو الميزانية بتاعة الزمالك نفس ميزانية الاهلي كان خد كاس العالم للأندية. ده اللي خلى بعض الناس ردوا عليه، من ضمنهم نبيل الحلفاوي الممثل الكبير. فمن ضمن يعني الكلام طبعا ان ما فيش حد يكره ان نادي الزمالك ياخد بطولة كاس العالم للأندية، لكن الاول قبل ما ياخد بطولة كاس العالم للأندية ان هو ياخد الاول بطولة افريقيا عشان يروح كاس العالم للأندية. ده رقم واحد. رقم اتنين، المشكلة مش النادي الاهلي يعني الميزانية بتاعته عالية، لا، المشكلة ان الزمالك ملو يعني الميزانية بتاعته مش زي ميزانية الاهلي. ومش دي المشكلة، المشكلة ان ازاي الاهلي بتجيله كل الرعايات دي وكل الفلوس ديت، وازاي ان الزمالك بكل القيمة بتاعته ما بتجيلوش فلوس زي الاهلي. طبعا كل الناس وجهت الرسالة لأحمد مرتضى منصور وسألته سؤال: انتوا المفروض الاول قبل ما تبصوا ان المنافس عنده رعايات وعنده مصادر دخل قوية جدا، وانهم عندهم فلوس اكتر منكم، وعشان كده هم يعني بياخدوا بطولات وبيوصلوا كاس عالم وكده. الاول ليه نادي الزمالك ما بيحصلش على رعايات وما بيحصلش على فلوس، وليه دخله اقل كتير من النادي الاهلي، مع ان قيمه النادي الاهلي قيمه كبيره وقيمه الزمالك قيمه كبيره، وقطبي الكره المصريه هم اهلي وزمالك. فالمفروض ان زي ما بيروح رعايات قويه للنادي الاهلي، وزي ما بتروح فلوس ودخول قويه جدا للنادي الاهلي، المفروض يكون في نسبه وتناسب. مش هقول زي الاهلي، اقول مثلا نص الاهلي. يعني ما بقولش قد الاهلي، انا بقول حتى الدخل يكون بتاع الزمالك نص الاهلي. فحتى نص الاهلي وحتى ربع الاهلي، مش الزمالك مش واصل للنادي الاهلي. فالمشكله دلوقتي، المشكله في اسم الزمالك، ولا المشكله في جمهور الزمالك، ولا المشكله في اللي ماسكين نادي الزمالك؟ ما هو في حاجه من ثلاثه: يا اما المسؤولين في الزمالك، يا اما جمهور الزمالك، يا اما نادي الزمالك. طبعا لو قلنا ان اسم نادي الزمالك، اسم نادي الزمالك كبير جدا. لو قلنا جمهور الزمالك، جمهور الزمالك كبير جدا. يبقى المشكلة في مين؟ المشكلة في إدارة نادي الزمالك، وهو مجلس إدارة نادي الزمالك. المشكلة في مجلس إدارة نادي الزمالك. لازم هم يقعدوا مع نفسهم ويكونوا صادقين وهم قاعدين مع نفسهم كده. لازم يكون عندهم صدق كده، ويصدقوا مع نفسهم ويشوفوا ايه المشكلة اللي عندهم مخلية الدخل مش واصل لنادي الزمالك والرعايات ما بتجيش. ما هو الراعي ما بيرميش فلوسه في الارض ولا عشان خاطر عيون النادي الاهلي. الراعي بيرمي فلوسه في المكان الكسبان، في المكان المضمون. فلو خليته الزمالك كسبان، لو خليته الزمالك مضمون للرعاة، اكيد الرعاة هيجوا لنادي الزمالك. ومش عيب ان انتوا تتعلموا من ادارة النادي الاهلي، ومش عيب ان الناس تقعد وتتفرج على ادارة النادي الاهلي وتعرف هم ماشيين ازاي عشان تمشوا زيهم. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.